اللي قدامك ده حاوي الأهلي الجديد رشاد متولي خليفة وليد سليمان بسبب التشابه الكبير في الشكل الجسدي وكمان الأداء داخل الملعب. هكلمك كالعادة عن كل حاجة بتخص اللاعب، مسيرته وأرقامه، والأهم من كل ده هكلمك عن مميزاته وأبرز سلبياته ورأيي في الصفقة كالعادة. يلا بينا، بس في البداية صلي على النبي وحط لايك واشترك في القناة. رشاد المتولي كابتن بتروجيت وصانع ألعابهم، لعب الموسم الحالي مع الفريق 10 مباريات، سجل هدفين وصنع هدفين زيهم. اللاعب قصير القامة، بيلعب وبيجيد في مركز صناعة اللعب، وأوقات بيلعب على الأطراف، وأوقات كده نادرة لما بيلعب مهاجم، بس مركزه الأساسي صانع ألعاب. لاعب متألق مع بتروجيت والحاوي بتاعهم، والكلام ده من كذا سنة، والزمالك كان حاطط عينه على اللاعب وبيفكر يخلص فيه، بس الأهلي كالعادة خلص الأول. قبل انضمامه لبتروجيت بدأ رشاد متولي مسيرته الكروية في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، وأظهر موهبة كبيرة جدا في كرة القدم من وهو صغير، وتدرج في صفوف الناشئين والشباب في أندية محلية في محافظة الدقهلية، وده كان ساعده على تطوير مهارته واكتساب الخبرات اللازمة يعني إن هو يدخل نادي كبير بعد كده. أداؤه المميز لفت أنظار الكشافين اللي كانوا بيروحوا المراكز الشباب والأندية الصغيرة دي، عشان كده قرروا يبعتوه لنادي بتروجيت اللي قرر ضمه لصفوف الفريق، وبعدين اتصعد للفريق الأول. ومن وقت انضمامه لبتروجيت أصبح المتولي لاعب أساسي في تشكيل الفريق. رشاد المتولي لاعب موهوب في نادي بتروجيت، وعنده مميزات بتخليه لاعب ملفت للأنظار، لكن في نفس الوقت عنده شوية عيوب محتاج يشتغل عليها. لو هنتكلم في البداية عن مميزاته، فأهم ميزة عنده فهي التمريرة المفتاحية اللي بيلعبها بذكاء كبير جدا، بيعرف يحط الكرة في المكان الصح لزمايله، وعنده رؤية كويسة للملعب، وبيقدر يبني الهجمة من تحت. تاني حاجة مهاري ومراوغ شاطر، يعني بيعرف يراوغ من تحت الضغط وبيخرج بالكرة، وبيستخدم مهارته في انه يعدي من المنافسين بكل سهولة. لو هنتكلم عن التسديدات، فهو عنده تسديدات قوية ودقيقة، عنده تسديدات حلوة سواء من بعيد او من قريب، وبيحاول على المرمى بشكل مستمر، وبشكل تهديد دايم على مرمى الخصم، وبيعرف يسدد من كل الوضعيات. عنده لياقة بدنية عالية جدا، بيلعب 90 دقيقة بنفس النشاط تقريبا، بيتحرك كتير في الملعب سواء في الهجوم او حتى في الدفاع. سرعته مع الكورة كويسة بعض الشيء، يعني بيعرف يعمل دريبلينج بالكورة بشكل كويس بسرعة، وده بيساعده في الاختراقات الهجومية. اما بقى لو نتكلم عن عيوبه، فهو رغم ان هو بيحاول يبذل مجهود في الناحية الدفاعية، لكنه برضه مش بالقوة والشراسة المطلوبة في الضغط على الخصم، زي قفشة مثلا. بيغيب أوقات عن الماتش، بمعنى إنه في بعض المباريات مش بيكون ظاهر بنفس القوة، وبيحتاج يثبت أداؤه بشكل مستمر. عنده قرارات متسرعة، يعني بيتسرع شوية في التمرير أو في التسديد في مواقف كان ممكن يستنى فيها لحظة عشان ياخد قرار أفضل. برضه لسه خبرته قليلة في الماتشات الكبيرة، لأنه طبعا لعب مع بتروجيت في فريق درجة تانية، وبعدين لسه صاعد للممتاز، فبرضه محتاج يعني يشتغل شغل أكتر على كده مع نفسه. ولكن اتمنى ان هو يتطور مع النادي الاهلي ويكتسب الخبره بسرعه. ولكن لو عايز تبص على الراي الشخصي، فلاعب زي رشاد متولي ده ما تنتظرش منه ان هو يكون لاعب اساسي للنادي الاهلي، يعني هو لاعب هيجي هيقعد على الدكه، هياخد مع الماتشات واحده واحده، يقدر يثبت نفسه، او ممكن يكون لاعب مجرد لاعب عدى على النادي الاهلي، يعني مجرد لاعب عدى كده والسلام. ولكن بشكل عام مش هو ده الصفقه السوبر اللي هتلعب بقى صانع العاب للنادي الاهلي واللي هي هتشيل النادي الاهلي. اتمنى طبعا ان هو يتالق ويبقى يعني يبقى عكس كل الكلام ده، ولكن يعني هو لاعب مميز وعنده امكانيات كبيره، ولكن ما اعتقدش ان هو هيلعب اساسي الا بشكل يعني نادر جدا وبشكل فيه صعوبه، وهيحتاج يشتغل على نفسه اكتر ويطور من نفسه اكتر من كده. وبرضه انا الواحد بيتفائل بالصفقات اللي بتيجي في حدودي، ولكن زي ما قلت لك كده انا مش شايف امكانياته ان هي تقعد مثلا امام عاشور، او ان هي تقعد تغير تشكيل النادي الاهلي عشان تعتمد على صانع العاب زي رشاد متولي، ان هو بقى اللي يبقى صانع العاب الفرقه وهو العقل بتاع الفرقه. ما اعتقدش امكانياته بالصوره اللي في دماغك ان هي تعمل كده، ولكن لاعب مميز، وان شاء الله يدخل، وان شاء الله يشتغل على نفسه اكتر، وان شاء الله يعني يكون عند حسن الظن الناس اللي اختارته والناس اللي اتعاقدت معاه. وبس كده، لو عجبك الفيديو متنساش لايك، تشترك في القناة، تقول لي رأيك في اللعب وتقول رأيك في الفيديو بشكل عام، واشوفك في فيديو جديد. سلام.